فيلم كاتر ليك من HBO نزل اليوم. فيلم ممتع جدا، فيلم للسفر عبر الزمن. إذا ما شفته روح تابعه وبعدين ارجع تابع هذا الفيديو، لأنه هذا الفيديو ما حيكون ملخص. هذا الفيديو رح نحكي عن تحليل عميق لأهم الأسئلة اللي جاية بالفيلم. قبل ما أتابعه ما كنت حتى بعرف إنه الفيلم عم يحكي عن السفر عبر الزمن. فيك تتخيل كيف كانت صدمتي لما بنص الفيلم فجأة لقينا حالنا عم نروح ونرجع بالزمن لجنوب تكساس. مثل ما حكينا، إذا لسه ما شفتوا الفيلم روحوا تابعوه وبعدين تابعوا هذا الفيديو. خلينا بلا ما نطول عليكم ونبلش تغريب. خلونا نفكر شوي كيف فينا نشرح فيلم فيه شخصيات بتتنقل بالزمن. الجواب هو إن لازم نحدد الحدث اللي أشعل فكرة السفر عبر الزمن، وهو الحدث الرئيسي، مشان ما نخلطه مع البداية الزمنية. البداية الزمنية هي أقدم زمن منشوفه بالقصة، وبكاتر ليك هذا الزمن هو سنة 1952 وقت ما كانوا عم يبنوا السد. بس خليني أقول لكم شغلة، الفيلم بيعاني من معضلة مين إجا أول، الدجاجة ولا البيضة. عندنا شخصية أنا ما بتقدر تجيب ابنها باريس إلا إذا باريس أنقذها وهي صغيرة، فمين إجا بالأول؟ أنا يلي أنقذها باريس ولا أنا يلي جابت باريس؟ يعني قصة ما بتخلص. مثل لما تسأل حدا شو بدك تاكل ويقول لك ما بعرف، أنت شو بدك؟ لحتى نبسط الأمور عملت شجرة عيلة صغيرة. خلينا نبدأ من فوق. دانيال وزوجته يلي ما عطونا اسمه بالفيلم بيجيبوا بنتهم أنا تقريبا سنة 2014 بعد 8 سنين. أنا بتختفي وبنعرف إنها رجعت سنة 1952. هنيك بتكبر وبتتعرف على بن، وبيجيبوا ابنهم باريس يلي بيرجع وبحب سيلست، وبيجيبوا آيلي. الغريب هون إنه ببداية الفيلم آيلي عم تشكي إنه ما حدا بالحفلة هو فعليا من عائلتها، يعني مو بيولوجيا، بس هي ما بتعرف إنه دانيال زوج أمها هو فعليا جدها الأكبر. يعني فخامة العيلة كلها عم تحضر الحفلة. طيب كيف صار السفر عبر الزمن؟ كل شي بلش لما كانوا عم يبنوا السد بين 1947 و 1952. بهالفترة فرغوا البحيرة واكتشفوا منطقة صغيرة جنب جزيرة الماعز، بتكون بوابة زمنية. هالبوابة ما بتشتغل إلا بوقت الجفاف الشديد أو لما تكون البحيرة فاضية، وإذا رجعت المياه البوابة تنقطع، مثل ما صار مع حبل آيلي أو التمساح اللي شفته بأول الفيلم، اللي أكيد كان عنده طموحات زمنية. والفيلم بكل احترام ما شرح ليش هالبوابة موجودة أو كيف تشتغل. مرات اللي بيدخلوا بيرجعوا بالزمن ومرات بيتقدموا مثل الذئاب والفراشات. بس المبدأ إنه لما بتدخل لعالم غريب الصوت فيه بيكون مكتوم وكأنك عم تحضر فيلمك المفضل مع صوت طالع من موبايل رخيص. السفر عبر الزمن له تمن. أنا كانت بتعاني من نوبات وتشنجات مع رجفان بالإيدين ونزيف بالإذن. طول حياتها آيلي وباريس كمان بيعانوا من نفس الأعراض. الغريب إنه هالنوبات كانت بتصير بس وقت الجفاف لما البوابة مفتوحة. هذا بيوضح إنه في علاقة واضحة بين البوابة وبين هالنوبات. والنوبة الأخيرة يلي اجتها لأنا كانت السبب بحادث السيارة يلي أغرقها بالبحيرة وموتها سنة 1999. وهذا الحادث هو يلي غير حياة ابنها باريس ودفعه للإدمان وتدمير علاقته مع سيلسيد. بمروا 4 سنين ونوصل لسنة 2003. باريس بيكون صار بحال أحسن، والسيلسيت بترجع المدينة لحضور جنازة جدة، وكتير بيظهروا إنه بهي اللحظة تحديدا آيلي اتكونت بهالحياة. يعني بصراحة هذا الفيلم مو بس مغامرة زمنية، هو درس عن كيف الماضي والحاضر عم يلعبوا لعبة شد الحبل، وكل واحد فيهم عم يحاول يسحب التاني، بس مين يلي رح يفوز.